بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن حركة الضباط الأحرار، بيان رقم 6. إلى كل الأحرار السوريين، بعد دخول ثورتنا المجيدة شهرها السادس، ما تزال آلة القمع والتنكيل مستمرة بحق أهلنا في سوريا، حيث لا زالت تمارس أعمالها الوحشية بحق المواطنين العزل، متسلحة بعصابات النظام والشبيحة المجرمة بقيادة فرق الموت الأسدية. ونحن حركة الضباط الأحرار أولا نستنكر هذا الإجرام بالقتل المتعمد لأهلنا ومحاصرة المستشفيات وتصفية الجرحى التي تتم في جميع المدن السورية كافة، ونخص حماة ودير الزور وحمص وإدلب. ثانيا نؤكد على سلمية الثورة السلمية والتمسك بمطالبها المشروعة. ثالثا ونذكر القطاع الجنوبي والقطاع الشمالي وقطاع المنطقة الوسطى على ما قاموا به من أعمال متمثلة بحماية المتظاهرين السلميين. رابعا كما نرحب بجميع الأبطال الذين انضموا لحركة الضباط الأحرار ونتعهد بتقديم الدعم اللوجستي لهم. خامسا ونشكر كل من المجند وليد القشعمي والرقيب أول عماد سطوف والملازم أول عبد الرزاق خلاص على فتحهم باب الانشقاق عن جيش النظام الفاسد، إذ كانوا من طلائع المنشقين ولهم كل الفضل في فتح هذا الباب. سادسا والشكر موصول إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية على وقوفه الداعم للشعب السوري، وخصوصا المرحلة العصيبة التي يمر بها شعبنا وإعلانه سحب السفير السعودي من دمشق. سابعا ونترحم على الشهيد البطل الملازم فادي الكسل، والذي طالت يد الغدر في صبيحة 7 آب 2011، حيث كان مع ثلة من رفاقه العسكريين التابعين لحركة الضباط الأحرار والذين دافعوا عن المدنيين العزل في مدينة الرستن، وقاموا بقتل أكثر من 20 عنصر من شبيحة النظام. ثامنا كما ونحيي الأبطال من حركة الضباط الأحرار ومن انضم إليهم من الجيش المنشق على صمودهم ودفاعهم عن المدنيين العزل في منطقة الحولة التي اقتحمتها العصابات ونكلت بأهلها وسلبت ممتلكاتها وهتكت حرمة بيوتها وقتلت العشرات من أبنائها ومن بينهم النساء الأطفال، حيث قاموا بالاشتباك مع هذه العصابات وقتل أعداد كبيرة منهم. ونعاهد الشعب السوري البطل بأننا سنكشف تباعا أوراق تفضح كل من حاول أن يستغل الثورة السورية ويتاجر بدماء الشهداء الطاهرة لمصالحهم الشخصية، لتحاكموهم محاكمة عادلة مع أزلام النظام. وإذ نحذر عناصر النظام من المساس بقدسية أعراض ودماء أبناء شعبنا وممتلكاته، نوجه النداء الأخير للأشراف من قوات الجيش المبادرة للانضمام إلى حركة الضباط الأحرار للذود عن أعراضنا ودمائنا. عاشت سوريا حرة أبية. النصر للشعب السوري الحر. المقدم حسين هرموش، الناطق باسم حركة الضباط الأحرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.